السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وشارع تاني من منوف. دلوقتي ده شارع الجيش وهنمشي كده في شارع الجيش ده. واحد كان عايز يركب، كانت رجله تعباه، فقال لي خدني معاك لحد كلية الهندسة ولا الصنايع. فقلت له تعالى، وقفت له قلت له تعالى. بعدها هنشوف بقى، هنطلع على كلية الهندسة، وبعد كلية الهندسة هنخش على الطريق الدائري او الطريق بتاع السرسوية. خليكم معانا عشان ده هيبقى اثار. الفيديو ده من الحاجات الحلوة اللي هتبقى بعد كده موجودة، والاماكن دي اكيد بعد 10 سنين لو كنا عايشين او كنا خلاص نزلنا من الطيارة بتاعتنا وبقينا في حتة تانية، فالفيديو ده هيبقى موجود للناس اللي جاية بعد كده. هتشوف الاماكن ديت وتشوف اللي حصل فيها والتغييرات اللي حصلت فيها زي الاثار بالظبط. يعني الاماكن دي بعد 15 سنين مش هتبقى كده، هيكون في حاجات اتغيرت وحاجات اتعدلت واماكن تانية ظهرت ومحلات فتحت ومحلات قفلت والاماكن اتغيرت. فعشان كده بقول نعمل حاجة زي كده تكون لينا وللناس بعد كده تشوفها، تشوف البلد كانت عاملة ازاي، وتشوف المنطقة اللي انت كنت فيها كانت عاملة ازاي قبل ما يحصل عليها تغييرات او يحصل فيها حاجة. والواحد مننا لما بيشوف فيديو قديم ليه كان مصوره او كان متصور في مكان، فبيقول يا الاماكن دي اتغيرت او الحاجة دي حصلت كده او كده كده كده، فبيفتكر الذكريات بتاعت المكان ده. فانا بقولك بقى يعني الحاجات دي مش هتبقى ليك بس، لا ده هتبقى ليك وللناس اللي بعدك والناس اللي جاية. يعني لما توري مثلا ولادك فيديو زي اللي انت مثلا مصوره وتقول لهم مثلا المكان ده كان كده قبل ما يتغير، إيه زي ما قلت لك برضو هتاخد على الفيديوهات فلوس إيه لو رفعتها على اليوتيوب او كده، وهيبقى في عائد مادي ليك. يعني مش بس ان انت هتقعد تصور وتشغل نفسك، لا هيكون في عائد مادي ليك. وزي ما انتوا شايفين كده احنا داخلين على الطريق الدائري او طريق السرسوية. الطريق ده زي ما انتوا شايفين كده في السرسوية، وعايز اقول لك ان الطريق ده ما كانش مبني عليه المباني دي كلها من مثلا 5 6 سنين، دلوقتي بقى في المباني دي. وبعد مثلا 5 6 سنين كمان هتشوف مباني جديدة وأماكن جديدة وكافيهات وحاجات، أماكن بتفتح ومحلات بتفتح وحاجات تانية كتير. فالفيديو ده توثيق للمكان ده. دلوقتي النهاردة 16/11/2022. شوف الطريق الدائري ده كان عامل ازاي. انت بقى لو بتشوف الفيديو بعد 10 سنين ولا بتاع، فهتلاقي الاماكن دي اتغيرت اكيد واماكن تانية ظهرت ومباني جديدة ظهرت وكده. الطريق زي ما احنا شايفين السرسوية على ايدينا الشمال، وبعد كده مباني بقى صغيرة لسه طالعة ومباني مبنية واراضي زراعية وكده. انا اتوقع بعد 10 سنين كل الاماكن دي هتتبني ومش هيكون في اراضي زراعية ولا الكلام ده، كلها هتبقى محلات وكوفي شوبات ومطاعم، ومنوف الجديدة هتبقى هنا. فاللي عايز يشتري بقى ولا معاه فلوس يشتري في الحتة دي، فحتة كويسة جدا، اشتري فيها استثمار كويس ليك. طيب لو انت بقى مش من منوف او كده، فاديك عرفت البلد شكلها عامل ازاي في الوقت الحالي. وبعد كده بقى لو انت مثلا بتتفرج على الفيديو ده في وقت تاني، فانت شفت البلد كانت في الوقت ده عاملة ازاي. وبس. وبدأ كل الناس ان هي تعمل كده، تصور الاماكن اللي هي فيها ليكون مرجع ليها بعد كده. يعني انت هتشوف الاماكن دي بعد كده والناس تشوفها وهتستفاد، هتكسب فلوس. في ناس كتيرة ما بيبقاش عندها محتوى ان هي تعمله على اليوتيوب او كده، فده محتوى ببلاش. انت هتحط كاميرا او بكاميرا الموبايل بتاعك وتركبها. انا هنا مركبها في موتوسيكل وبصور عادي. زي ما قلت لك ما تحاولش تطلع وشوش ناس او كده، حاول على قد ما تقدر تصور الطريق بس. وزي ما انت شايف كده المكان فاضي اهوت مفيهوش اي حاجة. وعايز اقول لك بقى ده هيبقى حاجة حلوة لينا. يعني بعد كده تخيل معايا مثلا لو جدك كان مصور لك مكان والمكان ده اتغير، تشوف بقى المكان ده كان عامل ازاي قبل كده وبعد ما اتغير بقى عامل ازاي، والحاجات اللي كانت فيه في الوقت ده. ده غير مثلا المغتربين اللي بيشوفوه في الوقت ده. المغتربين بيبقوا نفسهم يشوفوا اي حاجة عن البلد او التطورات اللي حصلت في البلد او الحاجات الجديدة اللي حصلت في البلد. وبس كده يا كبير، ده كان فيديو النهاردة. اشوفكم في شارع تاني وفيديو تاني، متنساش اللايك والاشتراك في القناة والكومنت الجميل منك. السلام عليكم.